أسرتي الجميلة، أسرة تتعلم في دقايق، أهلا بحضراتكم في فيديو النهاردة. الحقيقة أنا كنت سايق وبعدين جت في دماغي كده فكرة، فقلت يعني أركن على جنب وأشارك مع حضراتكم الفكرة دي. هكلمكم النهاردة عن الفرق ما بين السلوك ودوافع السلوك. سلوك بالإنجليزي اللي هو behavior، ودوافع السلوك attitude. شخصية البني آدم عاملة بالظبط زي جبل الجليد. جبل الجليد 80% من جبل الجليد تقريبا تحت المية، الناس مش شايفينه وما تعرفش عنه حاجة. وده في شخصية البني آدم بنسميه دوافع السلوك أو attitude. و20% من الجبل بيبقى فوق المية والناس بتبقى شايفينه، وده بنسميه السلوك أو behavior. السلوك دايما بيجاوب على سؤال how، كيف، ازاي بنتعامل مع الآخرين. دوافع السلوك بتجاوب على سؤال what، ماذا، ايه هي الأشياء اللي موجودة تحت هذه المظلة، ايه هي الأشياء اللي بتدفعنا نتصرف بشكل ما معين. زي ايه؟ زي الأخلاقيات، زي القيم، زي المبادئ، زي المعتقدات، زي الأفكار. كل الحاجات دي بتنزل تحت مسمى دوافع السلوك في شخصية البني آدم. 80% اللي موجودين تحت مستوى المية من جبل الجليد. الموضوع بالظبط عامل كمان زي ما يكون في مكنة. تخيل المكنة دي هي الإنسان، والمكنة دي بيخش جواها مواد خام. المواد الخام دي هي دوافع السلوك، والبرودكت او المنتج اللي بيطلع اللي هو البيهيفير، السلوك. بنتعامل ازاي مع الاخرين. كل ما دوافع السلوك كانت صحية وكانت نقية، كل ما المنتج النهائي اللي بيطلع بيبقى هو كمان صحي ونقي. فمحتاجين قوي نشتغل على دوافع السلوك علشان السلوك يبقى هو كمان صحي ويبقى هو كمان نقي. هديكم مثال. واحد مثلا بيبقى عصبي، سلوكه عصبي، فبيجي بيتعصب على الناس اللي موجودة حواليه، بيقول كلام تقيل بيضايق، وممكن لما يجي يقعد مع نفسه بعد كده بيجي يندم على هذا الكلام. محتاج هنا يشتغل على ايه؟ محتاج هنا يشتغل على الأفكار بتاعته، على دوافع السلوك بتاعته. محتاج إن هو يغير من طريقة التفكير بتاعته، علشان لما يغير من طريقة التفكير بتاعته وتبقى إيجابية، ده هيقدر بشكل كبير يحسن من السلوك بتاعه ويقلل من العصبية بتاعته. ده حتى في كوت أو في واحد من الأقوال المأثورة الشهيرة بتقول لنا watch your thoughts for they become words. خلي بالك من أفكارك، لأن أفكارك دي هتتحول بعد كده لكلمات، هتتحول بعد كده لسلوك. فلو سمحتوا نقوا دوافع السلوك علشان السلوك يبقى جيد ويبقى صحي ويبقى كمان مظبوط. سهلة؟